لما تكتشفي إن اللي كنت شايفاه راجل طالع بيستخبى ورا كلام صحابه. كنت مخطوبة لواحد من 8 شهور، سافر بره يشتغل، وكل شهر كان بيبعت لي مبلغ بسيط أجيب بيها حاجات للجهاز. ما كنش مبلغ كبير، بس كنت بقدر أخلص حاجات واحدة واحدة، وهو كان بيقول إنه لما يرجع هيجيب الباقي ويتجوزني على طول. المشكلة بدأت لما اتكلمنا عن القايمة. قال لي فجأة: أنا مش هكتب قايمة، دي قلة ثقة وأنا مش بتاع محاكم. قلت له: ده حجي وضمان ليا، مش معناها إني ناوية أعملك حاجة. ابتدى يتهرب وكل شوية يقول: صحابي قالوا لي ما تكتبش، أصل البنات اليومين دول، وكلام كتير ملوش لازمة. وقتها حسيت إن اللي بيني وبينه مش أمان، وإنه بيسمع للناس أكتر ما بيسمع لصوتي. أنا دلوقتي مش متأكدة أكمل معاه ولا أتراجع قبل ما أتحط في موقف أضعف بعد الجواز. اللي متأكدة منه إن الست لازم تفكر بعقلها، مش بقلبها بس.